اسم جديد يدخل بقوة على خط ميركاتو شبيبة القبائل 2026. الكناري يتحرك من جديد، وهذه المرة نحو لاعب جزائري مغترب يريد العودة إلى البطولة الجزائرية. لكن المفاجأة أن شبيبة القبائل ليست النادي الوحيد المهتم بهذا اللاعب. في جديد شبيبة القبائل اليوم تظهر معطيات جديدة حول تحركات النادي في سوق الانتقالات، خاصة مع استمرار البحث عن أسماء قادرة على تقديم الإضافة للفريق خلال الموسم الجديد. والحديث هذه المرة عن لاعب جزائري مغترب أصبح محل اهتمام عدة أندية جزائرية بعدما أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة داخل الدوري الجزائري. وهنا يدخل اسم شبيبة القبائل على الخط. إدارة الكناري بقيادة يزيد منصوري تتابع وضعية اللاعب، وبدأت المفاوضات مع اللاعب ومحيطه في خطوة تؤكد أن ميركاتو شبيبة القبائل لا زال يحمل مفاجآت جديدة. فمن هو هذا اللاعب الذي أصبح مطلوبا من عدة أندية جزائرية؟ المغترب الجزائري هشام رياض أصبح محل اهتمام عدة أندية في البطولة الوطنية، ومن بينها شبيبة القبائل التي دخلت بدورها في الصورة من أجل معرفة إمكانيات التوصل على اتفاق مع اللاعب ومحيطه. لكن حتى الآن يجب التفريق بين الاهتمام والمفاوضات وبين الصفقة الرسمية. بمعنى آخر، لا يمكن القول إن اللاعب أصبح لاعبا لشبيبة القبائل، لأن المفاوضات ما زالت هي المرحلة الحالية، وهذا ما يجعل الأيام القادمة مهمة جدا في ميركاتو شبيبة القبائل 2026. هل ستنجح شبيبة القبائل في حسم هذه الصفقة، أم أن نادي جزائري آخر سيدخل ويخطف اللاعب من شبيبة القبائل؟ الشيء المؤكد أن إدارة شبيبة القبائل تواصل العمل على تدعيم الفريق، وأن جديد صفقات شبيبة القبائل لم ينتهي بعد. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تتوقعون أن يحسم الكناري صفقة رياض هاشم، أم أن اللاعب سيتجه إلى نادي جزائري آخر؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد صفقات ميركاتو شبيبة القبائل 2026.